تعالي اقولك بقى تعملي ازاي كيكه تكون طريه جدا من جوه وهشه وتحفه. اول حاجه معانا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، هنقلبهم كويس وهنضيف معاهم فانيليا، وهحط معاهم كمان كوبايه وربع سكر ابيض، وهقلبهم كويس جدا. هفضل اقلب فيهم، انا عايزه يكون قوامهم كريمي. وهضيف كمان كوبايه زبده على زيت، الزبده اكون مسيحاها في الميكرويف يا دوبك بس سايحه، وهقلب فيهم كويس جدا. وبعدين هضيف كوبايتين زبادي برضو ما يكونوش ساقعين، وهقلب بقى في الخليط السائل ده كويس قوي. انا عايزه يكون القوام بتاعه كريمي فلافي. بعدين هبدأ اضيف المكونات الجافه، هتكون عباره عن 2 كوب دقيق، وهكون نخلتهم كمان حلو جدا. وكمان هضيف باكو بيكنج باودر، ويا جماعه البيكنج باودر بيفرق جدا في لون الكيك من جوه وشكلها كمان. انا بحب استخدم النوع ده جدا. وهحط كمان رشة ملح. وهنا بقى هبدأ اقلب بالراحة جدا، ومش هقلب كتير، انا عايزة بس اتأكد ان الدقيق بتاعي امتزج معايا مع المكونات السائلة. وبعد كده بضيف نص كوباية لبن سخن. وهنا بقى ببدأ اقلب بحيث ان انا اتأكد ان كل المكونات بتاعتي خلاص بقت حاجة واحدة. بقلب بالراحة جدا مش بسرعة خالص. وبعدين كنت محضرة 2 قالب كيك، ممكن تحطيه في قالب واحد براحتك. حضرت 2 قالب كيك دي رشيتهم بالزيت، وسويتهم كده واتأكدت ان كل الكيك متساوي. وبعدين حطيتهم في الفرن على درجة حرارة 180، تقريبا اخدوا نص ساعة. ده كان شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن. الكيكة هشة جدا طرية قوي، آم، يعني فلافي كده، تحفة. اللي هو انا حسيتها زي الكيكة بتاعت زمان اللي كنا بناكلها واحنا صغيرين. فظيعه، لونها فاتح كمان من جوه، ده كمان بسبب البيكنج باودر. بحس ان البيكنج باودر بيفرق جدا في الكيك من جوه، بيخلي مسامها ضيقه، لونها فاتح. بجد استخدموا النوع ده هيعجبكم قوي. وبالهنا والشفا.